قصة وصلتني عن عائلة عربية بتعاني في كندا. هذه العائلة العربية مكونة من أب وأم 4 أطفال. الأب يعني طلع على كندا بناء على دراسات عليا، وطبعا معه فيزا دراسة وعنده تصريح عمل. والبنتين أصغر بنتين هن مواطنات كنديات، يعني ولدن في كندا ومعهن جنسية. لكن البنات 4 سنوات و5 سنوات ما عندهن يعني جنسية، بس معهن فيز. سافر على بلده من فترة وقدموا فيز للبنتين 4 سنوات وال5 سنوات. القنصلية أعطت البنت 4 سنوات فيزا، ورفضت البنت اللي عمرها 5 سنوات أول مرة. قدموا على طلب ثاني مرة أننا للبنت، مع أن الطلبات متشابهة، البنت 4 سنوات وال5 سنوات، والبنت عندها قبول في مدرسة في كندا، ورفضوها مرة ثانية. والآن قدموا مرة ثانية وثالثة، والآن بيستنوا. الآن الأب سافر على كندا والعائلة موجودة في هذا البلد تستنى القرار من القنصلية إنهم يعطوا البنت فيزا. فتخيلوا إنهم ما يعطوا البنت فيزا وما يقدروا يسافروا مرة ثانية على كندا، مع إنهم كلهم مسموح إنهم يزوروا كندا، وفي بنتين معهن الجنسية الكندية. وشيء والله غريب إنه يحصل إنه طفلة من ضمن عائلة عمرها 5 سنوات ما تحصل على فيزا.